السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. الوصفه التانية من وصفات العزومه. هنعمل الحمام الكداب او الوراك المخليه ومحشيه رز. انا حشيتها رز، اللي حابب يحشيها فريك يتفضل. الاتنين حلوين على فكره، انا بحب الفريك عن الرز، بس ما كانش عندي فريك. حشيتها رز تحفه جدا، تبلتها بتتبيله حلوه قوي، هي اللي مديها اللون والطعام اللي انتوا شايفينها دي. يلا بينا نبدا. هنا عندي مجموعه من الوراك، خليت الفراخ هو اللي خلاها، انا قبل كده خليتها وهنزلها لكم وهنزل لكم الوصفه اللي خليت فيها الوراك في اول تعليق مثبت. التتبيله بتاعتنا سهله قوي وحلوه قوي وطعمها جميل. عباره عن صويا صوص سواء الغامق او الفاتحه، معلقتين من المستردة. هي المستردة كانت تخلص من عندي، حطيت اللي في البرطمان وحطيت عليها شويه ميه ورجيتها وحطيتها على الصويا صوص. معلقه توم باودر كبيره، معلقه من البابريكا كبيره برضو، معلقه بصل باودر كبيره. لو حابين تستخدموا توم فريش استخدموه، بس يكون بيوريه، يكون مطحون جامد. نحط فلفل اسود ونحط الملح بتاعنا، ونخلي بالنا ان الصويا صوص ملح، ما نزودش الملح. واحط شويه زيت صغيرين. الخلطه دي تنفع او تبقى حلوه قوي للفراخ المشويه، تنفع للصدور المشويه برضو تبقى حلوه قوي. عايزين تحطوا، لكن ممكن نزود زعتر في الفراخ المشويه، زعتر اللي هو المجفف. شايفين الخلطه حلوه ازاي؟ ابتدي بقى امسج الفراخ بتاعتنا بالخلطه دي، وادعكها كويس بالخلطه دي بحيث ان هي تتشرب تماما بيها. يفضل طبعا نلبس جوانتي. بعد ما ندعك الفراخ كويس بالخلطه دي، يفضل ان احنا نسيبها فتره في التتبيله، يعني ممكن نسيبها من ساعه لساعتين في التتبيله دي قبل ما نشتغل ونحشيها. خلصتها كده زي ما انتم شايفين، دعكتها كويس من جميع النواحي وتحت الجلد برضو ما ننساش. اغلفها واشيلها في التلاجة ساعتين لحد ما ما ابتدي اشتغل فيها. في الوقت ده هحضر الرز بتاعها او الفريك اللي هنحشي فيه. حطيت حله على البوتاجاز واحط فيها معلقه سمنه وشويه زيت، وبشرت بصلتين، كميه حلوه يعني من البصل تتناسب مع كميه الوراك او الحمام اللي هنحشيه. حطيتهم على السمنه كده وابتديت اقلب فيهم. انا مش عايزه البصل يلون او يدي لون غامق، يعني انا مجرد ان هو يدبل. الخطوات الخلطه دي هي نفس خطوات الخلطه بتاعه الحمام العادي بتاعنا. ابتدي بقى اتبلها بشويه فلفل، هحط لها مكعب من المرقه، واحط لها اهم حاجه في الخلطه دي القرفه. القرفه هتخلي حشوه الفراخ او الحمام الكداب في حته تانية خالص. جربوا القرفه كده في الخلطه دي، جميله جدا. حطيت معلقه صغيره كده مليانه من القرفه، وعليها زي ما قلت لكم مكعب من المرقه. نحط شويه حبهان مطحونين ومعلقه صغيره من السبع بهارات، ونظبط الملح طبعا بتاع الرز او البصل. ابتدي بقى احط الرز او الفريك. الحمامية او الورك الكداب او الحمام الكداب بياخد في الحشو معلقتين من الرز، فانا عايرت الرز على على عدد آه على عدد الوراك او عدد الحمام. كل حمامية خدت معلقتين من الرز. وهنا هتحط له ميه. احنا هنسويه 3/4 سوا، مش تسويه كامله، لانه لسه هيكمل تسويته في في الفرن مع الحمام. هنا اتشرب الرز بتاعنا وشبه استوى، هو حوالي 3/4 سوا. تمام. سيبه يبرد تماما، ريحته حلوه قوي. سيبه يبرد تماما بقى عشان نبتدي نحشي الحمام الكداب بتاعنا. انا كنت حشيت قبل ما اصور، هعمل معاكم واحده. هفردها كده على البورد، وفي الجيب اللي هو عند اخر الورك كده هحط شويه رز، ما نكترش حشوه عشان ما تخرجش مننا ساعه التسويه، ان لسه الرز هيكبر في الحجم، فاحنا مش عايزين يخرج من بره الورك، او الورك ينفجر او الحماميه تنفجر من كتر الرز. ابتدي اقفل بقى بخله او بخيط اللي يريحكم، وممكن نقفله برضه بفويل. اهم حاجه لما نيجي نخلط الوراك نحافظ على الجلد بتاعها، لان هو الجلد ده اللي هنقفل بيه الحماميه. اتقفلت كده كويس، حلو قوي. هخلص كل الكميه وهرصها في الصينيه. اذا كنت هسويها على طول، انا ما سويتهاش على طول، انا حشيت الحكايه دي عملتها بالليل وسبتها في التلاجة لحد تاني يوم، لحد ما جيت اسوي الفراخ.
هغطيها واسيبها في التلاجة. تاني يوم بقى هنولع الفرن بتاعنا على درجة حرارة عالية، ونجيب الصاج اللي هنرص فيه الحمام. قطعت فيه بصل وجزر وطماطم وفلفل اخضر، وتبلته بالملح والفلفل، ورصيت عليه الوراك. وكان في متبقي خلطه كده في الصينيه اللي كان متشال فيها الوراك في التلاجة. ابتديت المع الوراك كده من فوق، دخلتها الفرن بعد ما غطيتها بالورق الزبده والفويل. ولما استوت شلت الورق عشان تتحمر تديني لون حلو ده. ما خدتش تقريبا، خدت تقريبا ساعه ونص تقريبا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. باي باي.